السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. معكم أحمد العرب من قناتكم المفضلة رويو سبورت. طبعا أخبارنا كتير، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثاني أيام العيد. ربنا يعود على الأمة الإسلامية وعلى أهل الإسلام جميعا في كل بقاع الأرض يا رب الخير واليمن والبركات. أولا حابب أهني نادي الزمالك بفوزه بكأس مصر، البطولة الأعرق، بعد مباراة تكاد تكون مباراة ودية أمام نادي بيراميدز، وبيراميدز فوق يعني ضيع فوز سهل من إيده. بيراميدز ضيع فوز سهل من إيده. طب مش هتكلم عن المباراة، مش هتكلم على أحداثها لأنها لا تهمني. لو الكورة هتدار بهذا الشكل ما تهمنيش، المباراة دي لو الكورة هتدار بهذه الطريقة اللي اتدارت بيها مباراة الزمالك وبيراميدز. لا عمري شفت الزمالك بيعترض على حاجة لبيراميدز ولا بيراميدز بيعترض على حاجة للزمالك. هنقفل المباراة، وأنا كواحد بحب الرياضة المصرية وكواحد أهلاوي هنيت نادي الزمالك بالفوز بالبطولة الأسهل ليه في تاريخه. نقفل موضوع الزمالك، هنرجع له دلوقتي. أولا بهني جماهير النادي الأهلي وبهني زيزو وبهني إدارة النادي الأهلي بالصفقة بتاعت زيزو والقيمة بتاعتها وتوقيتها اللي معلن. طبعا زيزو النهارده هيوصل للولايات المتحدة عشان يلحق ببعثة النادي الأهلي هناك. خلاص اتأيد في اتحاد الكورة واتأيد في القائمة بتاعت النادي الأهلي. ألف مبروك زيزو في أرض الأحلام، زيزو أهلاوي. أرباح النادي الأهلي تجاوزت 150 مليون جنيه في أول يوم من بعد إعلان زيزو. أول يوم أرباح النادي الأهلي تجاوزت 150 مليون جنيه. هو ده النادي الأهلي، أرباح مشاهدات، إعلانات تجاوزت 150 مليون جنيه. زيزو وقع للنادي الأهلي في اتحاد الكورة، دي المفاجأة. اللي كان موقع والده اللي هو وكيل أعماله. زيزو وقع في اتحاد الكورة داخل مبنى اتحاد الكورة، وقع العقود. مبروك للنادي الأهلي. كابتن الخطيب مش هقول لك فتح الخزائن، دي حاجة قليلة. النادي الأهلي عنده مباراة بكرة الساعة 12 بالليل مع باتشوكا، مباراة ودية في أمريكا في ميامي. طبعا الكواليس كتير والأخبار كتير، أنا هسيبني من الأخبار الرياضية دلوقتي، وأنا ليا طلب وليا مناشدة. اللي حصل من الكابتن خالد شكري عضو مجلس هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالسب لجماهير النادي الأهلي بأبشع الألفاظ. طبعا ده شيء مش هقدر أقول فيه غير إن هو بينم على البيئة اللي هو عايش فيها، هو بينم على البيئة اللي عايش فيها. نجحوا إدارات مجلس نادي الزمالك بالتوالي، نجحوا إن هم يوصلوا لفريقهم كم المظلومية، كم خلاص إن هو مضطهد. خلاص حطوا عقيدة وحطوا فتنة. إعلام نادي الزمالك، أعضاء مجلس نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالإداريين باللي حطوا وصلوا فتنة إن خلاص دلوقتي بقت في فتنة بين جمهور الأهلي والزمالك. أنا بيراميدز ما شفتلوش جمهور، أنا أول واحد قلت إن يا ريت بيراميدز يفوز بالبطولة الأفريقية، يمكن أنا من أول الناس اللي طلعت وباركت له، والحمد لله على نعمة السبق والصدق. أنا بطلع بقول الخبر ببقى متأكد منه. أنا لو ترجع كده من شهر ونص أنا قلت لكم زيزو في الأهلي،
وانفردت بيه زيزو في الاهلي، وانفردت ان بين محمد بن رمضان في النادي الاهلي. فالحمد لله، الحمد لله على نعمه السبق والصدق. ثانيا، الامتى هتفضل الكوره في مصر تدار كده؟ لامتى؟ دي بصراحه اللي انا عمال اتكلم فيها في فيديوهاتي، واتكلم واقول الاعلام ده رساله ان انت رئيس مجلس اداره نادي الزمالك او المجلس كله ككل. انا ما قلتلكش انت هتيجي النهارده هتحقق حلم بكره، لا، انت هتيجي النهارده هيبقى قدامك عراقيل، قدامك وقف قيد، قدامك حقوق، قدام كل ده اللي احنا بنتكلم فيه مش هيتحل في سنه، مش هيبقى وليد الله، هو وليد سنين. هيتحل في سنه، في اتنين، في تلاته، في اربعه. مش كل حاجه، مش كل حاجه الاهلي شكوات في النادي الاهلي. الاعلاميين 99 حاليا 99% من الاعلام كله بيتكلم. والله العظيم اسمع، ببص بلاقيه بيبث فتنه، بيبث حاجات في عقول جماهير نادي الزمالك لا ترضي ربنا ولا ترضي الرسول ولا ترضي اي حد. هي فتنه بس، هو عباره عن ان انا بفتن الجمهور ده وبركب ترند فقط لا غير. انت هتشجع النادي الاهلي في كاس العالم؟ لا، النادي الاهلي لا يمثل غير مصر، غير نفسه. لا، النادي الاهلي بيمثل مصر في اكبر حدث، في اكبر حدث. النادي الاهلي بيمثل مصر. بيقولوا الاهلي المصري بطولة افريقيا كان بيراميدز بيمثل مصر، ما قلتش ان بيراميدز بيمثل نفسه. الكونفدراليه الضعيفه الزمالك كان بيمثل مصر فيها. فيا ريت جماهير نادي الزمالك تفوق بجد، والله تفوق من الوهم والطالب بإقالة مجلس إدارة نادي الزمالك. نادي الزمالك ده مجلس الإدارة يقدم استقالته، وما دام الكابتن أحمد ميدو موجود والكابتن ممدوح عباس رجل الأعمال ممدوح عباس بيضخوا فلوس، ميدو هينزل الزمالك درجة تانية. واستنوا كلامي، انا ممكن كلامي ده اتحاسب عليه دلوقتي، بس انا ما عنديش ادنى مشاكل. ما دام كابتن احمد حسام ميدو موجود في نادي الزمالك، نادي الزمالك هيهبط درجه ثانيه. اخبارنا الرياضيه انتهت. ان شاء الله في اخبار جديده بكره باذن الله. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.